والحوايج دي حتى إلا قلنا عملنا خطأ ماشي عيب، ولكن المشكلة نديرو خطأ ونبقاو ندافعوا عليه بالباطل. وبنكيران كان كيجي وكيدافع وكيقول هنا في القاعة 11 قال أنا كنفتخر بالوزارة ديال الأحرار مولاي أحمد العالمي ووزير الفلاحة خنوش كيقولها وكيفتخر. ولكن أنا كنقول دائما هذه القولة كيقولها بنكيران، كيقول المغاربة خصهم خذوتي بعد من الأولويات. هذه كلمة كنصدق فيها، ولكن هذه يريدوها باطل، ما كيولدش بها يعني شي حاجة بالصح، لا هذيك كلمة كيخدر بها العقول ديال الناس. أما المغاربة خصنا نعيش كريم، وهي المخططات اللي غادا بها الحكومة الآن ونجعلها من الأولويات: الصحة، الشغل، التعليم، السياسة المائية، الاستثمار. اليوم كنشوفوا السيد وزير الماء والتجهيز السي بركة على التوضيحات ديالو وبرمجة أو الخطة الحكومية في سياسة المياه. تلجت الصدر ديالنا العرض كان يعني قيم انه كمستوى عالي، ودخل علينا السرور اللي خلى استغراب كل استغراب النائبه ديال اخوان العدو سميها اللي قالس الماء في الدار البيضاء مقطوع 5 ايام، وخصها تلقى الجواب من عند الناس اللي سبوا في التراكمات هذه. من الذي اخر هذه المشاريع ديال الماء هذه السنوات الاخيره؟ هذا هو السؤال، وخصنا الجواب من عند الناس اللي كان عندهم المسؤوليه، لان السياسه المائيه عندهم كنز، كانت عند الاخوان. هذا الكلام نقولوا دائما لان الناس ما كيحشموش، ما بغاوش يسمعوا ويعرفوا على ان واحد الخطا ارتكبوه يسكتوا، خلونا ما نبقاوش نتكلموا فيه، ولكن هما كيجبدونا باش نبقاو نناقشوا هذا الموضوع. السياسه المائيه الان الحكومه غادا بواحد السيروره جد جيده مزيانه، وحنا اليوم فعلا اطمأن السيد وزير الماء والتجهيز في الاجوبه ديالو، كانت عباره عن عرض توضيحي. وانا كنقول للاخوان يخلوا الحكومه تشتغل. الحكومه عندها الان الاورش ثقيله كبيره بزاف، ومن الاورش الكبرى دابا اللي عند الحكومه هو الورش ديال السياسه المائيه. كنشوفوا الحكومه اللي ما مشاتش في الزياده ديال استهلاك فكتوره الماء، وما مشاتش في الزياده الاستهلاك ديال الكهرباء. 500 مليار الدعم ديال الكهرباء، 600 مليار الدعم ديال الماء، السياسه المائيه، راه داك شيء كبير. ولكن هاد الناس اللي كيتكلموا سمحهم الله ما بغاوش يفهموا على انهم داروا هذا الخطا، واليوم الحكومه كتأدي الثمن ديالو. والمغاربه دابا الان خاصه الدار البيضاء اللي مدينه كتعادل تقريبا دوله من احد الدول، مدينه الدار البيضاء لانها ربما هي الربع في المملكه ديالنا، مدينه لا يستهل بها، وبنفس الوقت هي كتعاني من الماء. اخطاء ديال المسؤولين السابقين، خطا قاتل هذا كان حق الدار البيضاء. كنشكروا الحكومه الان اللي عملت الخطوه الاولى في الناظور، وعملت الخطوه الاولى في شتوكا اتباها، واليوم جا الدور ديال الدار البيضاء. والماء اللي غادي من نسبون نبي رقرق ب 600 مليار. راه الا بغينا نتكلموا في القضيه ديال الماء راه ما نتفكوش الملايير. وهذه سياسه ما جاتش من الفراغ، ما جات من اهتمام ديال سيدنا الله ينصرو اللي كيتبع عن قرب في هذه القضيه السياسه المائيه، واللي كانت من احد الخطابات ديالو في افتتاح البرلمان اللي تكلم عن القضيه ديال الماء والطائشه رقويه للمغاربه باش يرشدوا يتم ترشيد استهلاك الماء والعقلنه ديال الاستهلاك ديالو، والانكباب من المصالح المعنيه. خص السدود تنجز، خص الماء ديال ام الربيع وديال الاسبو وديال لوكوس يستغل، ما يبقاش يمشي للبحر. وهذه هي العقلنه اللي خص المغاربه يعرفوها، اللي غادا بها الحكومه هذه. هي هذه اللي خصهم يعرفوها، ومكلفه ولكن عندها مردوديه في المستقبل. حنا دابا اليوم ملي كنبقاو نتكلموا في الماء كانه شيء عادي وصافي وشي بس ما كاين وعير، ما كنعطيوش اهميه وما كنقولوش على ان اليوم هذا هو من الاولويات اللي عند المغاربه دابا، هو الموضوع ديال الماء من الاولويات. دابا البارحه هذه 3 ايام جا العامل ديال العريش كيفكروا كيفاش يدوا الماء من سدوه المخازن من طنجه. وها الاقتراح شحال خصهم مليار باش يمشي؟ ها الفلوس
وحنا كنبقاو نتكلموا على البصله ونتكلموا على ماطيش، نتكلم على الاولويات. شنو تشرب؟ وجعلنا من الماء كل شيء حي. تكلم على الماء، تكلم على الطاقه، تكلم على الغاز، تكلم على الزرع طحين، تكلم على الزيت دابا راه في التراجع الان، دابا بقى كينخفض الثمن ديالو. تكلم على السكر، تكلم على البوطه اللي باقا ب 40 درهم. ما كيتكلموش على هادشي، كيتكلموا على شي حوايج. نعم حنا الدوله اللي عندها المخططات خاص المواطن تكون عنده قدره شرائيه ديال الخضر والفواكه، متفقين. ولكن انا كنقول دائما هذه القوله كيقولها ابن كيران، كيقول المغاربه خصهم الخطوه بعد من الاولويات. هذه كلمه كنصدق فيها، ولكن هذه يريدها باطل، ما كيوريدش بها يعني شي حاجه بصح، لا هذيك كلمه كيخضر بها العقول ديال الناس. اما المغاربه خصهم العيش كريم، وهي المخططات اللي غادا بها الحكومه الان واللي جعلتها من الاولويات: الصحه، الشغل، التعليم، السياسه المائيه، الاستثمار. 5 الحوايج. خلي الحمايه الاجتماعيه والاصلاح الاداره هذو حوايج اخرين، ولكن الان من الاولويات اللي خصنا هي اللي غادا فيهم الحكومه الان. نتمنى لها التوفيق. كنقول للاخوان يقولوا الحقيقه للناس، ما يبقاوش التنعور. قولوا الحقيقه، قولوا الصدق وصافي. قولوا الصدق، قولوا الشيء اللي كاين، ما كيقولوش الحقيقه. هذا اللي كيخلينا نتحركوا ونبقاو نردوا عليهم. لو كانوا صادقين بالكلام ديالنا ما نتكلموش احنا، غنقولوا الناس صادقين صافي، لان الناس كيقولوا الصدق ما كيكذبوا. كذب، تدليس على الناس، ما يبغيوش يقولوا الحقيقه. وهذا هو المشكل اللي عندنا معاهم. ما دام عندهم غموض ما بغاوش يقولوا الحقيقه، هذه معارضه كلها. لان ما فيش كل شيء في السياسه المائيه، التقدم الاشتراكي والعداله والتنميه. ومع من غادي نتكلم انا؟ مع شي حد اخر؟ هذو اللي كان عندهم القطاع وكيبغيو يمسحوا مخطط المغرب الاخضر. سيدنا نواب المخطط الاخضر واحد انا خدام كيطنز عينا خربق عينا، ما بغيتش يفهم. مالك البلاد الله ينصرو. نواه بالدور الرجاليه، نواه بالدور ديال المخطط المغرب الاخضر، نواب هادشي. لان النمو ديال بلادنا عرف انتعاش من هذا 3 الحوايج اللي تكلم عليهم سيدنا الله ينصرو. قال الجاليه قاموا بواحد الدور مهم، ومن ثم جاده وصناع السيارات والمخطط المغرب الاخضر. ما قالش شي حاجه اخرى، تكلم مع 3. وقبل من هذا تكلم عاود على 3، قال الماء وتشغيل الشباب، عاود تكلم على 3 نقاط. السينا دائما كيتكلم بالوتر، دائما كيتكلم وكيعطي اشارات، كيقول فهموا ها الحويجات اللي خصهم يداروا، ها خصكم ديروا، وها الحوايج اللي فهم. حتى الا قلنا عملنا خطا ماشي عيب، ولكن المشكله هو نديروا خطا ونبقاو ندافعوا عليه بالباطل. هذا اللي كيقتلنا حنا. الناس فشلوا التسيير ديالهم، فشلوا القطاع اللي تعطلهم كلها فشلوا فيها. وبن كان كيجي وكيدافع وكيقول هنا في القاعه 11 قال انا كنفتخر بالوزاره ديال الاحرار، مولاي حفظ العالمي ووزير الفلاحه خنوش كيقولها وكيفتخر. واليوم ما عرفش شنو وقع له هذا الخلل الغير. قلنا فين وقع له هذا المشكل، هو الناس ديالو. نعم حنا ما نتكلموش على واحد اللي ما بقى عنده حتى حاجه ومشى باش ما نقولش شي كلمه اخرى، ولكن خصنا نقولوا الحقيقه. اللي قال شي حاجه خصنا يكون صادق معنا والسلام. وشكرا. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.